ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة مخبوزات حلوة جدا بطريقة تشكيل سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكوا اي وقت. الناس اللي ما بتحبش التشكيل الصعب الطريقة دي هتعجبكوا جدا. بعجينة حلوة جدا وطرية ممكن تعتمدوها لأي نوع من انواع المعجنات. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. في بولة عندي معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، وربع كوباية زيت. انا استخدمت هنا زيت زيتون، ممكن تستخدموا اي نوع زيت نباتي. عندي هنا كوباية من الحليب وبياض بيضة ومعلقتين كبار من الزبادي. وهبدأ ان انا اقلب كويس السوائل واغطيها واسيبها لحد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل. بعد ما الخميرة تفاعلت بالشكل ده كده هبدأ بقى انزل بالدقيق بتاعي. عندي هنا 3 كوبايات من دقيق المخبوزات او متعدد الاستخدامات، نخلاهم كويس جدا واضيف عليهم رشة ملح. وهبدأ ان انا اعجن، وجنبي في نص كوباية دقيق ببدأ ان انا اضيفها بالتدريج حسب احتياج العجينة بتاعتي. ممكن تاخد معاكو ال3 كوبايات ونص كاملة، ممكن تاخد اقل على حسب نوع الدقيق بتاعكو. بس اهم حاجة تضيفوا النص كوباية ديت بالتدريج علشان كل نوع دقيق بيفرق عن التاني. ببدأ ان انا اعجن كويس بالشكل ده كده لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اضيف في الاخر خالص معلقة كبيرة من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ. ابدأ اعجن فيها كويس بالشكل ده. في الاول هنلاقي العجينة بتقطع معانا، بعد كده هتلم معانا بالتدريج. هبدأ بقى ان انا اخدها وانزل بيها على الرخامة وافضل اعجن فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تبقى ناعمة جدا ومش بتلزق في الايد. اهم حاجة علشان العجينة بتاعتنا تنجح نعجنها كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. بعد ما بالعجينة بتاعتي بتلم معايا وما بتبقاش بتلزق لا في ايدي ولا على الرخامة، ببدأ ان انا اجمعها واحطها في البولة بتاعتي. البولة بتاعتي بكون دهناها دهنة بسيطة كده من الزيت واسيبها تخمر في مكان دافي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم العجينة دي كانت تحفة جدا والمقادير مظبوطة. هنا بعد ما العجينة بتاعتي خمرت شايفين بقى شكلها عامل ازاي، طرية ومش بتلزق. ببدأ بقى ان انا انزلها كده على الرخامة وهقسمها لجزئين متساويين بالظبط واسيبهم يرتاحوا شوية على جنب. بعد كده هجيب اول جزء وافرده على الرخامة بشكل مستطيل، سمك مش رفيع قوي وبرده مش تخين، يبقى سمك وسط. اهم حاجة نحاول على قد ما نقدر نخليها كده مستطيلة او مربعة. هبدأ بقى اوزع الحشوة بتاعتي، اي حشوة انتوا عايزينها. انا هنا وزعت جبنة فيتا، عليها فلفل الوان، ممكن زيتون، ممكن اي حاجة انتوا حابينها. وهبدأ ان انا اطبقها بالشكل ده، طريقة سهلة جدا وبسيطة. هطبقها 3 تطبيقات بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم بتطلع مورقة وطعمها تحفة. واخر تطبيقة هقفلها كده واقفل كويس من تحت علشان ما تفتحش معايا في الفرن. بعد كده بجيب السكينة بتاعتي وبحطها كده في الدقيق عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع، واقطعها بقى باي حجم احنا حابينه ونرصها في الصينية بتاعتنا. اهم حاجة نخلي التقفيلة هي اللي بتكون من تحت واحنا بنرصها كده في الصينية. القفلة بتاعتنا نخليها من تحت علشان ما تفتحش معايا في الفرن. بعد ما بخلص كل الكمية بتاعتي بغطيها واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها تاني. وببدأ بقى ادهن الوش بتاعي بصفار بيضة عليها معلقة لبن ونقطة خل، وادخلها الفرن وازينها من فوق باي حاجة احنا حابينها وادخلها الفرن. بتطلع معايا بغطيها بفوطة مطبخ
بتطلع معايا بقى بالشكل والجمال ده. هستناكوا تجربوها وتقولي لي رأيكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس